تبغون قصة عن الاستغفار وعن الصلاة على النبي؟ اسمعوا هذه القصة، والله قصة عجيبة. جني أمس في الخاص في التيك توك. هذا الرجل موظف في شركة، وسبحان الله هذا الشخص يستلم 21,000 ريال. سبحان الله، الله يبارك له ويزيده من فضله. يقول هذا الشخص لزمت الاستغفار والصلاة على النبي لمدة أسبوعين بس. اسمع المفاجأة. يقول دق علي شركة ثانية وعرضوا علي وظيفة، أنا يعني أنه أدخل معهم في هذه الوظيفة، وراتبها 28,000 ريال. تتخيلت؟ زيادة. فطمع هذا الشخص، خلاص أني بقبل عليها خلاص. فراح عند المدير وكلمه بالموضوع أنه أنا أبغى أستغيث، والسبب أنه دقوا علي شركة وعرضوا علي 28,000 ريال. المدير هنا ما يبغاه يخرج من الشركة حقته، فقال خلاص أنا بأزودك نفس الرقم، 28,000 ريال تستلمها، بس أهم شيء أنك تبقى معنا. سبحان الله. يقول له أنا قررت أني أبقى، خلاص أني ما عاد أخرج من هذه الشركة. فهذا الشخص، الرجل هذا، دق على الشركة اللي دقوا عليه، فقال خلاص أنا ما بجي من هذا الكلام. فإيش قالوا له؟ يقول أصلا قبل يومين سحبنا العرض، وقفنا التوظيف. سبحان الله. تخيل أن هذا الشخص طلع من الشركة يبغى يقدم على هذه الشركة، يمكن سبحان الله يقول له خلاص انتهى العرض والتوظيف ما في. إيش يكون موقفه؟ الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات أبقاه في هذه الشركة وزاد راتبه. لا إله إلا الله. وأصلا هذا الرجل مرتاح في هذه الشركة اللي هو فيها، لكن بقدرة قادر من 21,000، وسبحان الله وهي كثير، والله يبارك له ويزيده، وزاده خير وبركة إنها زادت الفلوس هذه قدها 28,000 ريال، وهو في نفس الشركة. بسبب إيش؟ إنه لزم الاستغفار والصلاة على النبي. السلام عليكم.